الفلوس بتتهرب. 95% من المصريين شغالين مهربين تليفونات، و95% من التليفونات اللي في مصر تليفونات مهربه. يعني انت ممكن اللجنه توقفك تقول لك وريني التليفون اللي معاك، طبعا مش النهارده بعدين، بس اذا كانت هو ده الواقع القانوني والمنطق القانوني اللي وزاره الماليه بتشوف عليه الموضوع، بقى كلنا هنتحبس بالصلاه على النبي. يعني لما تيجوا تدكتروا على الناس تبقوا ديكتاتوريين على الناس وعلى اصول الناس البسيطه، تليفون محمول بتاع الحاجات الصغننه دي، قبل ما تتسلطوا عليهم احسبوا بس يا جماعه ان انتوا اصلا الجلابيه ضيقه، انتوا عاملين الجلابيه بتاعت البلد ضيقه. اي حركه تمزع منك تمزع وبترجعوا تعيطوا. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، جمهوريه مصر العربيه بذات نفسها يعني قررت انها تفرض ضريبه. لا، هي عشان ابقى واضح وعشان انا شفت بصراحه نائب وزير الماليه عامل فيديو يعني مهم جدا. هو بيقول انه احنا ما بنفرضش ضريبه جديده ولا حاجه. تيجوا نشوفه. تعالوا نشوف نائب وزير الماليه بيتكلم في ايه في موضوع التليفونات المحموله اللي جايه من بره. تسمعوا نفهمه ونعلق عليه. كل ما هناك اللي احنا بنعمله النهارده هو موضوع حوكمه لدخول التليفون المحمول ونفاذه من المنافذ الجمركيه. اللي بيحصل ايه بالظبط حضراتكم؟ انه للاسف الشديد في الاونه الاخيره انتشرت بالكامل ظاهره لتهريب التليفون المحمول لدرجه فاقت التوقعات. ازاي فاقت التوقعات؟ 95% من التليفونات المحموله اللي كانت بتخش في مصر للاسف مهربه، و5% فقط بتدفع الرسوم الجمركيه المفروضه عادي خالص، اللي هي موجوده من زمان، مفيش حاجه جديده. فاحنا بنعمل ايه؟ عملنا ابلكيشن الحقيقه اي حد داخل ليه معاه تليفون شخصي مسموح بيه انه يخش بيه بدون اي جمارك، بدون اي رسوم اضافيه، كل ما هناك ان هو بيسجله. اما التليفونات اللي بتخش من غير ما تسجل، يبقى التليفونات دي الحقيقه هتجي لها رساله، والرساله دي بتقول تدفع الجمرك في خلال 90 يوم. دفعت الجمرك خلاص التليفون دوت مفيش مشكله فيه، ما دفعتش الجمرك حضرتك يبقى التليفون دوت مش هيشتغل لحد ما تدفع الضريبه الجمركيه بتاعته. الحوكمه دي لازمه. للاسف انه التهريب اضر بالخزانه العامه واضر بالدوله المصريه. امتى هنطبق النظام دوت؟ هيطبق في الايام القليله القادمه، وحضراتكم هتكونوا لامسين بيه، خاصه اللي هم جايين من السفر وبيعدوا في المطار او بيعدوا في المواني او احد المواني المصريه. يعني مثلا عمو سعيد راح دبي، رجع عمو سعيد من دبي جاب لبنته الصغيره ناهد تليفون من دبي. في وجهة نظر السيد نائب وزير المالية، عمو سعيد مهرب وبنت عمو سعيد بتستخدم تليفون متهرب. الراجل يعني بكامل القوى العقلية بيقول ان 95% من التليفونات اللي موجودة في ايديكم يا مصريين، ايوه التليفون اللي انت ماسكه دلوقتي ده، مش مدفوع لها ضرايب ولا جمارك. ازاي تعملوا كده؟ أنا مش قلقان من قرار التليفونات الجديدة، أنا قلقان الحكومة تتزنق أكتر ما هي مزنوقة في تفكر في التليفونات القديمة. أصل إحنا كده ده التجسيد الواقعي الصريح، هذه التصريحات التجسيد الواقعي الصريح لنظرية التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمة. عدلوا بعد إذن حضرتك زميلي وأستاذي المخرج، نعيد بعد إذنكم التصريح كاملا عشان نستفهم من ممثل الحكومة الحكاية بالظبط ورؤيتهم للموضوع ده إزاي. الفلوس بتتهرب. 95% من المصريين شغالين مهربين تليفونات، و95% من التليفونات اللي في مصر تليفونات مهربة. يعني أنت ممكن اللجنة توقفك تقول لك وريني التليفون اللي معاك، طبعا مش النهارده بعدين، بس اذا كانت هو ده الواقع القانوني والمنطق القانوني اللي وزاره الماليه بتشوف عليه الموضوع، يبقى كلنا هنتحبس بالصلاه على النبي.
حضرتك التليفون اللي ده معاك كان الاول يقول لك ايه يعني امنيا وسياسيا يقول لك افتح لي التليفون نشوف بقى انت بتكتب ايه لمين، بتحب مين، صورك مع المدام عامله ازاي، داخل على الواتساب قايل ايه، موقفك ايه في السوشيال ميديا، بتتكلم في الفيسبوك ولا بتتكلمش، بتحكي في ايه، كوره انت ولا بتصلي، ايه موضوعك؟ ها؟ النهارده بقى هيبقى معاه سند قانون الدين يحبسك بيه برضه. هيقول لك التليفون ده جماركه مدفوعه ومش هيبقى على فكره جايب حاجه من عنده. ده كلام الحكومه. هناك اللي احنا بنعمله النهارده هو موضوع حوكمه لدخول التليفون المحمول ونفاذه من المنافذ الجمركيه. اللي بيحصل ايه بالظبط حضراتكم؟ انه للاسف الشديد في الاونه الاخيره انتشرت بالكامل ظاهره لتهريب التليفون المحمول لدرجه فاقت التوقعات. ازاي فاقت التوقعات؟ 95% من التليفونات المحموله اللي كانت بتخش في مصر للاسف مهربه، و5% فقط بتدفع الرسوم الجمركيه المفروضه عادي خالص اللي هي موجوده من زمان، مفيش حاجه جديده. فاحنا بنعمل ايه؟ عملنا ابلكيشن الحقيقه اي حد داخل ليه معاه تليفون شخصي مسموح بيه انه يخش بيه بدون اي جمارك، بدون اي رسوم اضافيه، كل ما هناك ان هو بيسجله. اما التليفونات اللي بتخش من غير ما تسجل يبقى التليفونات دي الحقيقه هتجي لها رساله، والرساله دي بتقول تدفع الجمرك في خلال 90 يوم. دفعت الجمرك خلاص التليفون دوت مفيش مشكله فيه، ما دفعتش الجمرك حضرتك يبقى التليفون دوت مش هيشتغل لحد ما تدفع الضريبه الجمركيه بتاعته. الحوكمه دي لازمه للاسف انه التهريب اضر بالخزانه العامه واضر بالدوله المصريه. امتى هنطبق النظام دوت؟ هيطبق في الايام القليله القادمه، وحضراتكم هتكونوا لامسين بيه، خاصه اللي هم جايين من السفر وبيعدوا في المطار او بيعدوا في المواني او احد المواني المصريه. فالتليفون وانا داخل بيه ادفع جمركه واخد الوصل، صح؟ لو حضرتك لو انا جايبه من بره، لو اتطبق الكلام ده حضرتك يبقى اي تليفون هيجي من بره لازم حضرتك توريه لمأمور الجمرك عشان يقول لك في الابلكيشن وتبتدي تتعامل معاه وعشان تشتغل. ولما اروح شركه اللي انا هتعامل معاها في شركه الاتصالات اوريهم الوصل ده؟ لا انت كنت هيدك في الجمرك الكلام ده هيتعمل بتهيألي. يعني هيتاكتف، المفروض انه هيتاكتف في الجمرك، ده اللي حضرتك بتقوله. هيأكتفوا لك او يدي لك والله ابلكيشن يقول لك والله ده كذا وهي تفتحه وتشغله. ولغايه دلوقتي حضرتك بتقول انه مفيش اي معلومه ده هيتم امتى بالظبط؟ لا ما فيش. ما تواصلتوش مع الوزاره؟ تواصلتوا مع المرفق، مع جهاز تنظيم الاتصالات؟ لا. نعم يا فندم. ده الكلام ده بيتسجل على طول عند الجهاز القومي للاتصالات، يبقى بيتسجل عند السيريال بتاع الجهاز عشان هو اللي هيفتح الجهاز. لا انا قصدي حضرتك تواصلتم مع وزاره الاتصالات او الجهاز عشان تعرفوا الكلام ده هيتم تطبيقه ابتداء من امتى؟ والله حضرتك انا بعت من الغرفه يعني حوالي 3 جوابات من عندنا عشان خاطر يدونا ميعاد عشان نيجي ونقعد ونشوف الكلام ده عشان نهدي الناس برضك وكده. بصراحه هم ما اعرفش اعذركم ايه، مشغولين عندهم حاجه ما ردوش عليك لسه. امبارح بعت امبارح والله بصوا يا جماعه، صلوا على اللي يشفع فيكم عليه افضل الصلاه والسلام. لو انت يعني ايه، بصوا نهدى كده عشان الكلام اللي بيتقال ده كبير قوي 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 قوي. انا الكلام ده عايز انزله على الارض، في ارض الواقع. عايزين نبقى واقعيين. حضرتك عايز تفهمني ان الاستاذ مأمور الضرايب هيبقى قاعد في المطاي وانت داخل تقول له مساء الخير مساء النور. عارف الراجل اللي بيقابلك في الاخر ده ويقول لك ها معاك ايه؟ على عكس العالم كله انت بتمشي في قدامك مسارين، مسار اخضر لو ما عندكش حاجه تعتقد انها عليها جمارك، ومسار احمر لو عندك حاجه وعايز تدفع جماركها. في مصر عكس كل كده، مأمور الجمارك ده بيتعامل معاك ضابط مباحث بقى، ما صدق. فوانت خارج كده بيقوم باصص في باسبورك، على عكس الدنيا على فكره. حتى الصين فيها الحكايه الاخضر والاحمر دي. يقوم باصص في باسبورك اللي جاي منين؟ هتقول له اسطنبول، يقول لك قعدت قد ايه؟ ما انت معاك الباسبور ليه؟ ما تقرا. طب وانت ماسك الباسبور مثلا علشان في علاقه ود بينكم انت اللي مطلعه؟ لا، اقرا. ما دام هتمسك الباسبور
وهتثبتني بيه عشان وثيقه ذات شأن عظيم زي ما مكتوب جواها يعني. فانت بقى كمل الشغلانه واقراها. بس انت طبعا كمواطن مصري فاهم، فما بتحبش تلنجر في الموضوع، تخش في قصص اطول من كده بشويه. فبتقول له والله 10 ايام. فيبص كده في الشنط يلاقيها في شنطه زياده، فيبتدي يقول لك خش لي بقى هنا يا محمد بيه، يا جرجس بيه، تعالوا النبي يا جماعه شوفوا الراجل ده بيعمل ايه واديهم باسبورك. عايز تفهمني انه هذه المجموعه من رجال الوطن الشرفاء اللي معاهم سلطه الضبطيه القضائيه، هيبقى فيهم معاهم كمان واحد او زميله قاعدين على جهاز الكمبيوتر، هتديله انت الباسبور والتليفون الجديد، هيطلع هو منه السيريال نمبر IMEI، وبعدين هيبقى عنده اكسس، يعني هتبقى شاشه الكمبيوتر فيها مكان يدخل فيه السيريال نمبر بتاعك بعد ما دفعت انت وخلصت، هوب كلوب، يبقى انت جهازك خلاص كده معلوش جمارك. يعني انت هتدي لهذا الموظف الجميل الحبوب اللي احنا كلنا بنحبه، وخصوصا لما يبعد عن وشنا وما يغرمناش في قرشين، هتدي له اكسس زيه زي الراجل بتاع هيئه الاتصالات. يعني انت عايز تفهمني ان الراجل ده الداتابيز اللي عنده هيبقى فيها قدره على الاطلاع على ارقام الناس ويشوف مين تليفونه لا مؤاخذه ولين تليفونه مش لا مؤاخذه؟ انا بحاول انزل كلامك على ارض الواقع عشان افهمه. انا لا راجع مصر ولو معايا تليفون محمول مش هجيبوه معايا عشان انتوا هتفتشوه. لكن بحاول بس افهم انت هتعمل ايه في المواطن المصري، عشان انا اصلا قبل الاعلام ده راجل بتاع حقوق انسان، فاحب اعرف بس علاقه الدوله بحقوق الناس انت هتعملها ازاي دي بقى؟ عايز تفهمني انه الهيئه العامه للاتصالات اللي لا مؤاخذه من الاخر كده بتشغلها الاجهزه الامنيه المصريه وعندها الايد العليا عليها، لانه يعني بصوا يا جماعه، الرقم اللي هو هياخده علشان يدخله في السيستم لانك دفعت الضريبه وبالتالي ما يتقفلش بعد 90 يوم هو نفس الرقم اللي الاجهزه الامنيه بتلاقي بيه الناس بتليفوناتها المحموله. عشان نبقى احنا بس ايه فاهمين. يعني انت مباحث امن الدوله ولا الامن الوطني ولا المخابرات العامه بتدور على احمد سميح، حلو، بتعرف تليفون احمد سميح مش عشان تسجل مكالماته بس، لا، عشان الشريحه بمجرد ما بتخش والتليفون يتواصل مع شبكه الاتصالات بيقوم باعت الرقم بتاعه، السيريال نمبر بتاعه، وهو بالسيريال نمبر وبرقم الشريحه يقدر يجيبك على خريطه جمهوريه مصر العربيه في اي حته وبشكل دقيق. فانت الراجل بتاع الجمارك هتقعده لا مؤاخذه يقول ابا تسجحهم زيه زي الراجل بتاع المخابرات العامه وزيه زي الراجل بتاع الامن الوطني؟ الله، دي حلوت قوي، دي حلوت وبهججت وبقت جميله. انا عارف ان انت يا سياده وزير الماليه مزنوق زنقه، يعني زنقه وحشه، فاهم، وفاهم انك انت بتدور فعلا في ديونك القديمه، بس انت مدرك انت بتعمل ايه وهتخش في خناقات مع مين. يعني انتوا في اخر الزمن بعد في 2024 بعد ما الاجهزه الامنيه وقفت جنب مصر، مش هم بيقولوا كده؟ بعد الاجهزه الامنيه وقفت جنب مصر ونصرت مصر والشعب المصري على جماعه الاخوان المسلمين المنحله الارهابيه، هتجيب ضابط الامن الوطني وضابط المخابرات العامه زيه زي بتاع الجمارك؟ دي خربت بقى، دي ما بقتش مصر بقى، دي ما بقتش ديكتاتوريه عسكريه. مش معقول ديون البلد واحتياج البلد للدولار هيوصلنا ان احنا نفقد قدرتنا الامنيه على الناس. حلها يا حبيبي، حلها. ما انت لما تقفل بلد امنيا بتقفلها اقتصاديا، ولما بتتزنق بترجع تفرقع في وشك. اقعد بقى انت بقى يا باشا
روح بقى شوف مين الشركه ولا مين من المبرمج اللي انت جبته ودفعت له مليارات الدولارات عشان يخلي لك السيستم. الباشا الظابط يدخل رقم التليفون يطلع له احمد سميح فين في 35 ثانيه بالظبط. اعمل بقى سيستم جديد عشان تطلع منه انترفيس للراجل بتاع الجمارك يسجل منه بس ما يغيرش مع ضمان. خد بالك بقى في مصيبه سوداء انا هقولها لك دلوقتي. التليفون ده بتاعي والتليفون ده بتاعي، يا مؤاخذه احمد اديني تليفونك كده. اتفضل يا باشا. والتليفون بتاع احمد ده بتاعه. الثلاثه سيريال نمبر دول غالبا امكانيه ان هم يبقوا متشابهين كبيره جدا. يعني لا مؤاخذه الموظف ده لو قاعد بيشرب كوبايه الشاي وحط 9 بدل 6 انت عديت مواطن تاني خالص في حته تانيه خالص. متشكرين يا باشا. عفوا يا باشا. المهم التليفون سليم؟ ما هكشف لك عليه بعد الحلقه. حلو. وديت مواطن دفع مثلا 35,000 جنيه عشان ندخل ايفون 16 ماكس برو. لو الموظف عمل كده اهو على الكيبورد ودخل الرقم في الغلطون لبس الراجل 35,000 جنيه. وبقى روح بقى انت بقى في الجمارك بقى انت شوف حقك وحقك يجي لك بقى ان شاء الله مع مدام ساميه بقى هناك في الدور 17 مع عند الختم وجنب الخزنه، الحاجات اللي احنا حافظينها دي. اعقلوا الكلام، اعقلوا الكلام قبل ما يعني لما تيجوا تدكتروا على الناس تبقوا ديكتاتوريين على الناس وعلى اصول الناس البسيطه، تليفون محمول بتاع الحاجات الصغننه دي قبل ما تتسلطوا عليهم. احسبوا بس يا جماعه ان انتوا اصلا الجلابيه ضيقه، انتوا عاملين الجلابيه بتاعت البلد ضيقه. اي حركه تمزع منك تمزع وبترجعوا تعيطوا.